السلام عليكم احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى عملت معاكم صينيه بطاطس كده محترمه وانجزت معاكم، بس المهم النهارده الفيديو ده كان على الفراخ. مسكت كده حله محترمه حطيت فيها شوربه. طبعا اول ما عملتها سخنت فيها شويه شوربه. وسخنتها شويه ميه وسخنتها وفضيتهم ورجعت تاني حطيت فيها ميه، بقى كنت بعقم الحل. معايا بقى بصل وطماطم وتوم وورق لورا، ولو عندكم حبهان هتحطوا. هننزل كده في الحلة المحترمة ديت كده وهنسيبها تغلي معانا. شوفوا البوتاجاز بقى بنوريهولكم علشان هنعمل معاكم المرة الجاية غسيل البوتاجاز، فاحنا بدأنا نوسخ فيه. نزلت بقى بالفرخة اللي منضفاها التنظيفة المحترمة ومكتفاها، وقلت بقى المرة دي كل مرة شوي، المرة ديت هنعمل كده شوية شوربة ينفعونا نعمله بهم ملوخية أو نسقي بيهم. وجبت بقى الرجول المتنضفة ديت بتاعة الفراخ، ولادي بتحبها، نضفتها التنظيفة المحترمة زي ما انتوا شايفين، وسقطتها في الشوربة وقطعت ضوافرها ونضفتها تنظيفة عام. بعد ما غلت معايا غالية غلوة كده هوت بدأت اللي أنا نقلب فيها، ومش عايزاها تنهري، أنا عايزاها بس تستوي. زي ما انتوا شايفين الجناح والظهر استوى معايا. هنبدأ واحدة واحدة، هنطلعها بعد ما نحط لها ملحها والفلفل بتاعها وتوابلها. هو ملح وفلفل بس، ونسيبها تاخد غلو. هنجيب كده معلقة من الصلصة اللي انا عاملاها في البيت، وهنحط عليها فلفل وشوية بقى شوية زيت حلوين. وهنقلب بقى كده كل دهوت كده بتقليبة كده محترم، وبرضو علشان الصلصة تفك معايا، وشوية من البابريكا. وهنبدأ بقى كده ندوبهم مع بعض دوب كده، بس مش هنزود. كانت دي طلعت كده حلوة. حاطة برضو شوية شوربة كده في القعر علشان تبخر معايا ما تنشفش معايا. وهندخلها تحت الشواية. هنطعم بقى كده من كل ناحية بنفس التتبيلة اللي انا عاملاها ديت كده، اللي انا عملتها قدام منكم الفرخة. وهنسقي بقى كده، نسقيها كده ونغرقها كده في الصلصة كده والفلفل، وهنزقها كده في الفرن. وبعد ما طلعت معايا بسم الله ما شاء الله، احلى بصراحة فراخ ممكن تدوقها في حياته. هنعمل معاها برضو شوية كده من المكرونة. هنعمل بقى مع بعض المكرونة بسم الله ما شاء الله. هننزل بمعلقة توم كده حلوة مفرومة، وهنقلب تقليبة محترمة علشان نعمل نص كيلو مكرونة. هنحط له الثوم دهوت علشان بصراحة دي مش مكرونة هنحط عليها، هنحط كل الخضار ني في ني زي ما كنا بنعملها. لا، احنا هنسبك لها بالطريقة ديت كده. طبعا انا طفيت النار علشان الزيت كان جامد عالي. وقلت ان نحضر الطماطم، وحطيت شوية كده من الملح علشان تنزل ميتها وتتسبك معايا. مخرطاها زي ما انتوا شايفين كده علشان عايزاها مسبكة لكن بالخضار. قرن فلفل كده حلو معايا حامي، ومعايا كده فلفلاية كبيرة رومي هنقطعها تقطيع كده مربعات. المرة دي يا جماعة عاملين المكرونة بالطريقة ديت علشان عايزين الخضار يكون متسبك وطيب معايا. وطبعا مش حاطة بصل المرة دي. كل مرة كنت بنحط بصل وطماطم وبنقطع كل الخضار، المرة دي هو بس الموجود معايا الفلفل، والموجود معايا الطماطم في المكرونة دي. بصراحة المكرونة دي تتعمل مع بطاطس محمرة، تتعمل تاكلوها لوحدها. تتعمل مثلا تاكلوها مع لحمة. اللي انتوا شايفينه يا جماعة بصراحة. انا ساعات بنعملها كده لولادي اكلة سريعة بناكلها. بس المرة دي حطيتها بقى عملتها كده قصاد الفرخة. نزلتهم الفرخة بصراحة كانت في فيديو تاني، والمكرونة كانت في فيديو لوحده. انا دمجت الاتنين مع بعض. بصراحة انا كنت عاملة المكرونة لوحدها وكانت اكلة بسم الله ما شاء الله لوحدها، كانت وجبة عشاء، لكن الفيديو كان صغير. فطبعا علشان نرفعه على اليوتيوب فكنت عايزة نخلي الفيديو بتاعي كبير. فدمجت الفيديوهين في بعض بسم الله ما شاء الله. طبعا المكرونة ديت كانت روعة بصراحة بسم الله ما شاء الله. وفيديو البطاطس برضو كان لوحده. طبعا عايزين بقى نجمع الدنيا مع بعضيها، رحت منزلة بصراحة الاتنين مع بعض، حتى البطاطس كانت في فيديو لوحده نزلت معاه. ما شاء الله بعد ما تغلي كده وتسبك تسبيكة حلوة، ونزلنا بقى بالطماطم والفلفل. فلفل اخر حاجة علشان عايزاه يكون فيه قرش. نزلت بقى بنص كيلو مكرونة كده الحجم الوسط.
هنقلب بقى التقليبة المحترمة. لو عندكم مكعب ماجي ممكن تضيفوه. بصوا بقى بعد ما تتسبك معايا هيظهر اللون بتاعها يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، روعة بصراحة، مفيش اطعم من كده. إيه ولا الفرخة بصراحة اللي كنت مصوراها ومطيباها بالشوربة ديت برضو جميلة. ممكن تعملوا فرخة مع المكرونة، ممكن بطاطس محمرة، إيه ممكن كفتة، ممكن المكرونة لوحديها. إيه طبعا كل واحد على قد مقدرته. إيه والله المكرونة دي كانت في فيديو تاني لوحده اصلا، كانت فيديو عشاء، كانت سريع نص كيلو، حاجة بسيطة كده ايه علشان جوع الولاد. وكانت مكرونة بسم الله ما شاء الله روعة زي ما انتوا شايفين كده وشايفين لونها. اسرع مكرونة ممكن تاكلوها، ما بتاخدش غلوة. إيه وجبة بسيطة كده لولادنا، بدل ما نجيب لهم كشري جاهز، بدل ما نجيب لهم حاجة جاهزة. وبصراحة ما شاء الله ربنا يحلل لولادي وولادكم ذاتهم. إيه بياكلوها بسم الله ما شاء الله جميلة. يا رب كده نكون فيديوهاتي بتعجبكم، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير، كومنت كده حلو كده ايه يجبر الخاطر منكم. ولو في اي استفسار عن اي حاجة او اي تعليق او اي حاجة مش عاجباكم او فيديوهات بتحبوا ننزلها برضو قولولي. إيه طبعا انا بفرح حتى لو قلتوا اي حاجة، حتى لو انتقدتوني انا طبعا لازم نكون إيه كل الاراء متاحة ليكم. إيه شكرا لكل الناس اللي بتعلق لي، ويا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.